السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح التحديث الاخير لموقع اوليكس. الناس اللي في مصر او الناس اللي كانت بتستخدم اوليكس في اي دولة تانية، خلاص التحديث ده مبقاش فيه اوليكس. اسم الموقع اتغير، بقى اسمه دو بيزل. الناس اللي هتفتح الموقع لو مسجلة على اوليكس القديم قبل التحديث، لو مسجلة حسابها فحسابها هتنقل هو بالظبط زي الحساب القديم اللي كان موجود على اوليكس. حصل شوية تغييرات بسيطة. اسم الموقع اتغير زي ما احنا شايفين، بيقولك اوليكس بقى دو بيزل. ده مش في مصر بس، في كل البلاد اللي كان فيها اوليكس. خلينا نشوف التحديث ونشوف ايه الفرق بين التحديث الجديد والموقع القديم. اول حاجة بنيجي على الحساب كده، الاسم اللي انت مسجل بيه، ولو حاطط صورة شخصية او اي حاجة. لو معاك رصيد في المحفظة بتاعت دو بيزل اللي هي محفظة اوليكس القديمة، لو انت مثلا كنت بتستخدم الرصيد بتعمل بيه اعلانات ممولة او ما شابه. وهنا شراء البطاقات المخفضة والطلبات التوصيل. الاعدادات طبعا الحاجات اللي انت كنت ظابطها على الموقع القديم برضو مش هتحتاج تعدل فيها اي حاجة. اللغة طبعا زي ما احنا عارفين، في اللغة العربية واللغة الانجليزية. الدول اللي فيها اوليكس اللي هو بقى دو بيزل: لبنان، الكويت، الاردن، قطر، عمان، السعودية، البحرين. تمام. نيجي لو انت كنت منزل اعلانات قديمة على اوليكس قبل التحديث، اعلاناتك هتكون نازلة، هتكون موجودة زي ما هي. الاعلانات كلها موجودة اهي. طيب لو عايز تبيع حاجة برضو بنفس الطريقة القديمة، بتدوس على كلمة بيع اللي في النص دي، وبتبتدي تختار القسم وبتبتدي تصور وبتبتدي تعمل كل حاجة. اللي انا عايز اوصله ان كل المعلومات القديمة او كل الحاجات اللي كانت موجودة على اوليكس هي بعد التحديث موجودة على دوبيزل، سواء محادثات سواء اعلانات سواء دردشات. خلينا بقى نيجي للصفحة الرئيسية. هم غيروا شوية في الشكل ولكن هي الاعلانات. هندوس مشاهدة الكل كده، بيبتدي يجيب لي الاقسام اللي موجودة: عربيات، عقارات، موبايلات، تابلت، وظائف، لبس، اكل حيوانات، هوايات، خدمات، كل الكلام ده. خلينا مثلا نخش على العقارات، شقة دوبلكس مثلا للبيع. بيبتدي يظهر لي اعلانات زي كده. طبعا في اوليكس انت كنت ممكن تخش تبعت رسالة او تتكلم، هنا نفس الكلام. هنخش مثلا على الاعلان الاولاني ده، بيكون الاعلان كده اهو، اعرض التفاصيل، وبيجيب لي اللي انا اتصل بيه او اللي انا ابعت له رسالة او اللي انا ابعت له على الشات في الموقع. طبعا في حاجات الفترة اللي جاية هتضاف، هتبقى زيادة على الموقع. في اقسام تانية هتتفتح على الموقع. طبعا الوظائف، خلينا برضو نعمل تجربة كده للوظائف. الوظائف اهي زي ما انت عايز تخش على كل الوظائف زي الموقع القديم التحديث القديم، بتخش كده على كل الوظائف، بيبتدي يجيب لك كل الوظائف المعلن عنها، وانت بتشوف الوظيفة المناسبة ليك وبتقدم عليها. اللي انا عايز اقوله ان التغيير تم، اسم الموقع ما بقاش اوليكس، بقى دوبيزل. ولكن التغييرات اللي جاية طبعا في تحديثات كتير جاية، ولكن التغيير ده شمل تغيير الاسم بس، اللي هو خلاص لغينا حاجة اسمها اوليكس ودخلنا في دو بيزل. اتمنى طبعا اكون قدرت افيدكم. لو في اي حاجة مش معروفة او في اي حاجة مش فاهمينها اكتبوا في الكومنتات واحنا هنوضحها. بشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.